السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، كي دايرين؟ لاباس؟ مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم واللي غادي نهضروا فيه على أكبر مهزلة في كرة القدم الإفريقية واللي وقعت في حفل جوائز الكاف 2024، الحفل اللي كنا كنتسناوه بزاف ونشوفوا شكون اللي غادي ياخذ الكرة الذهبية. ولكن الحفل كان تحت شعار سرقة القرن وفي افريقيا ظلموني. واش يعقل ان الكره الذهبيه الافريقيه مشات للنيجيري اديمولا لوقمان رغم الانجازات الكبيره ديال النجوم المغاربه اللي فعلا يستحقوا التتويج؟ وفي الفيديو ديال اليوم غادي نوضح لكم شي تفاصيل مهمه وغادي نعطيكم واحد الحقائق والارقام، داكشي علاش خصكم تتابعوا معايا الفيديو حتى الاخر، وما تنساش دير معك واحد لايك وتخلي لنا شي تعليق بخصوص هذا الموضوع. في اللائحه ديال اللاعبين اللي مرشحين باش ياخذوا الكره الذهبيه، فالمغربي الوحيد اللي شفناه هو اشرف حكيمي، ولكن اللي خدا الكره الذهبيه هو اديمولا لوقمان. فالاخوان خليونا نديروا واحد المقارنه بين هاد الجوج ونشوفوا واش فعلا اديمولا لوقمان يستاهل هاد الكره الذهبيه. اشرف حكيمي النجم ديالنا العالمي واللي ما يحتاجش عاد نعرفوا لكم، هذا العام قدم واحد الموسم زوين لا مع الفرقه ديالو باريس سان جيرمان ولا مع المنتخب، بحيث ان اشرف حكيمي راه فاز بالدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان وخدا كاس فرنسا وتوج بالميداليه النحاسيه مع المنتخب المغربي في اولمبياد فرنسا. هذا الانجاز اللي صعيب على شي فرقه افريقيه ديرو، وزيد على هذا الشيء كامل كيتواجد في التشكيله المثاليه العالميه لافضل اللاعبين. عرفتي شنو هي تكون في هذه التشكيله هذه؟ راه خصك تكون انت هو الزغب، تكون انت هو كره باش تحط في هذه التشكيله هذه. دابا السؤال ديالنا فين هو لوقمان من هذه الانجازات؟ اديمولا لوقمان ما عنده حتى شي لقب قاري، وحتى في اوروبا راه عنده لقب واحد اللي هو كاس الدوري الاوروبي واللي ربحوه مع اتلانتا الفريق ديالو. هذا الشيء هو راس مالو لا اقل ولا اكثر. بطبيعه الحال ما غاديش نقصوا من القيمه ديال هذا اللاعب، هو لاعب اللي واعر بزاف، تالق بزاف مع اتلانتا، بحيث ان هو اللي ساهم في هذا الانجاز بالنسبه لفريق اتلانتا باش ربح ذاك الكاس، ولكن راه ماشي في نفس النيفو مع اشرف حكيمي. دخلنا عليك بالله الا ما قارن بين هاد الجوج هاد. الصراحه الظلم راه المغاربه شحال هادو ما كيتعرضوا له في افريقيا وراه مازال غادي يتعرضوا له ومازال. فلا جيت تشوف راه ماشي غير حكيمي اللي يستحق انه يكون في هاد اللائحه ديال المرشحين للكره الذهبيه، فراه عندنا بزاف ديال الاسماء اللي كتستحق التقدير والتتويج بالكره الذهبيه. فعلى سبيل المثال كاين سفيان الرحيمي اللي قدم واحد الموسم ممتاز مع العين الاماراتي وحقق القاب كبيره وحتى مع المنتخب المغربي. ابراهيم دياز الاسد المغربي اللي حقق لقب دوري ابطال اوروبا مع ريال مدريد والبطوله ديال لا ليغا. فالكاف ولات معروفه بالقرارات الغريبه والاختيارات العشوائيه. السنه الماضيه اوسيمين سرق الجائزه من الحارس العالمي ياسين بونو رغم الالقاب التاريخيه ديالو مع اشبيليا، واليوم نفس السيناريو كيتكرر مع حكيمي. فين هي الشفافيه هنايا؟ شكون كيصوت؟ كيفاش كيتم اختيار الفائز؟ عباد الله راه غادي نحماق. والاسئله كثيره والجواب ما كاينش، حتى واحد ما غادي يجاوبك. كيف ما قلت لكم في الاول، هذه الحلقه تحت شعار في افريقيا ظلموني وسرقوا لي كره ديالي الذهبيه. حقيقه تبان لي انا افريقيا مليئه بالعشوائيه، ولكن هذا الشيء خاصو يتبدل. المغرب راه قدم بزاف الكره الافريقيه وهذا هو الوقت المناسب باش الجامعه المغربيه تاخذ شي موقف. ما بقاش الضحك، ما بقاش اللعب. شنو الراي ديالكم الاخوان نتوما؟ واش فعلا الكاف كتمارس العشوائيه في اختياراتها؟ شكون كيستحق الكره الذهبيه هذا العام؟ كتبوا لي عافاكم في التعليقات باش نقدر نقتنع الا كان حكيمي بصح ما يستاهلهاش، لحقاش انا 100% تنقول حكيمي هو اللي يستاهل. وإلا عجبكم الفيديو واستفدتوا منه شي حاجه ما تنساوش تدعمونا بلايك شير سبسكرايب وتهلاو في راسكم.